السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. مبدئيا كده وفي البداية بتمنى من كل زملكاوي عاشق لكيان والتراب نادي الزمالك ينزل يكتب عاش الزمالك العظيم وعاش حبه في قلوبنا، ويكتب إن شاء الله النصر لنادينا العظيم النهاردة قدام النادي الأهلي. لا صوت يعلو على صوت مباراة القمة بين نادي الزمالك العظيم، النادي الملكي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين، نادي القرن الحقيقي ونادي الأهلي. المباراة هتكون في تمام الساعة 7 مساء بمشيئة الرحمن بتوقيت القاهرة. لعيبة الزمالك المستبعدين عن القائمة، سواء طبعا استبعاد فني أو استبعاد لإصابة، كلهم قرروا ان هم يكونوا متواجدين في ارضيه الملعب النهارده بمشيئه الرحمن عشان يساندهم ويأزرم لاعبتهم. مباراه مهمه بالنسبه لنادي الزمالك وبالنسبه لجمهور الزمالك. بالنسبه لنادي الزمالك ان هي مباراه ب6 نقاط، خصوصا انك يعني في المواجهات المباشره بينك وبين المنافس التقليدي او الغريم التقليدي بتاعك وهو النادي الاهلي، في حد ذاتها حضرتك لو فزت على الاهلي يبقى انت كده خدت 3 نقاط وخسرت النادي الاهلي 3 نقاط، وبالتالي حضرتك هيكون لك نسبه كبيره بمشيئه الرحمن في المنافسة على الدوري بمشيئة الرحمن بإذن واحد أحد. طيب بالنسبة لجمهور الزمالك هي فرحة كبيرة وفرحة عظيمة طبعا، يعني في ظل ان نادي الزمالك بقاله فترة مش او الفوز غايب عنه اتجاه النادي الاهلي. حتى النادي الاهلي في اسوأ حالاته بيعرف يفوز على الزمالك. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، الاهلي بيفوز على الزمالك من خارج الملعب قبل ما بيلعب، يعني قبل المباراة الاهلي بيكون فايز على الزمالك. ازاي؟ بعمليات الضغط بقى على الحكام وعمليات الضغط مش عارف على مين، وتبص تلاقي الاعلام بيطلع يسند في النادي الاهلي ويطلع يكسر في نادي الزمالك. فانا عاوز لعيبه الزمالك تكون رجاله النهارده وتركز في المباراة، ما يشغلوش بالهم باي حاجة دايرة بره. بمشيئة الرحمن إن شاء الله الفوز يكون حليف نادي الزمالك النهاردة، والله العظيم هيكون مفترق طرق لنادي الزمالك في مشواره في الدوري أو مشواره في الكونفدرالية، خصوصا إن أنت كمان يعني عدة أيام بسيطة بمشيئة الرحمن يوم 21 إبريل عندك مباراة مع دريمز الغاني هنا في القاهرة، وبعد منها بمشيئة الرحمن عندك هتقابل دريمز يوم 28 إبريل بإذن واحد أحد في غانا. فالفوز على النادي الأهلي النهاردة هيدي دفعة معنوية من كل الجوانب، سواء في الدوري أو سواء في الكونفدرالية. وانا بتمنى النهارده ان جوميز يعني ما يخترعش، بتمنى ان ما يبقاش في فلسفة زيادة عن اللزوم في أرضية الملعب، بتمنى ان يحطوا كل لاعب في مكانه. بتمنى بجد ان انا اشوف يعني دونجا في نص الملعب، جنب منه محمد شحاتة، قدام منهم احمد حمدي او عبد الله السعيد. ما بصش بقى الاقي دونجا في نص الملعب جنب منه عبد الله السعيد او احمد حمدي، لا انت كده هتبقى قضيت لي على اللاعب اللي هو بيلعب 10 ده، ان كان عبد الله ولا ان كان احمد حمدي، قضيت لي عليه ولعبته لي في مركز 8، المركز اللي هو دفاعي اكتر منه، يعني مش هتستفاد منه اساسا. يعني اللعيبه على المستوى الدفاعي ان كان احمد حمدي او عبد الله السعيد مش احسن حاجه. انا عشان استفاد منهم لازم استفاد منهم من الجوانب او من الناحيه الهجوميه. اذا ان انا العب بدونجا، العب بشحاته، العب قدام منهم بعبد الله السعيد، او العب باحمد حمدي، ايا كان اي حد فيهم. ناصر ماهر كده كده يعني هيكون ناحيه الشمال، خصوصا بعد استبعاد مصطفى شلبي اللي انا عندي تحفظ كبير على جوميز في استبعاد شيكابالا وفي استبعاد مصطفى شلبي، ولكن ان شاء الله لعيبه الزمالك كلها قادره. ورغم ان انا كنت اتمنى يعني ان شيكابالا يكون متواجد في ارضيه الملعب، شيكابالا قائد يعني كقائد له دوره في ارضيه الملعب، ولكن ان شاء الله لعيبه الزمالك اللي متواجده قادرة بمشيئة الرحمن، قادرة ان هي تفوز المباراة دي. وعايز اقول لكم حاجة كمان يا جماعة، لو لعيبة الزمالك لا قدر الله ما فازتش النهاردة بجد مشكلة كبيرة. لو ما فزتش على الاهلي النهاردة
النهارده مشكله كبيره. انا كان نحط تشكيل نادي الزمالك كده مع بعض بمشيئه الرحمن، او توقعاتنا للتشكيل اللي هيبدا بيه جوزيه جوميز بمشيئه الرحمن. في حراسه المرمى محمد عواد، 2 قلبي دفاع حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، عمر جابر باك يمين، احمد فتوح في الشمال، 3 في نص الملعب دونجا محمد شحاته، قدام منهم عبد الله السعيد، جناح يمين احمد السيد زيزو، شمال ناصر ماهر، راس حربه بمشيئه الرحمن سامسون اكينولا. ده تشكيلي اللي في خيالي واللي انا بتمنى ان يبدا بيه جوميز المباراه دي. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده، حبيت بس ان انا اعمل الفيديو ده اشارك مع حضراتكم ان شاء الله التشكيل المتوقع، وبرضه يعني نبين ايه مدى واهميه فوز نادي الزمالك على الاهلي النهارده ان شاء الله. وبتمنى كل الزمالكاويه تكتب عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا، وكل الزمالكاويه يكتبوا ان شاء الله النصر لنادي الزمالك العظيم. وان شاء الله نلتقي في بث مباشر بعد انتهاء المباراه مباشره، اللي هتكون فرحه كبيره لكل جمهور نادي الزمالك وفوز عظيم وكبير لنادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.